شردك ولا طابتك رفاق راح نقول لا للمسيرة التركية، الكل راح يقول لا لا تنفذها. لا للمسيرة التركية، لا للمسيرة التركية. بالروح بالدم نديك يا شهيد، بالروح بالدم نديك يا شهيد، بالروح بالدم نديك يا شهيد. على أرواح الشهداء. بيان للرأي العام: لا يزال الاحتلال التركي مستمر بعدوانه الوحشي على منطقة شمال وشرق سوريا، بالقصف المدفعي والمسيرات والطائرات الحربية، محاولة لإفشال مشروع الإدارة الذاتية وضرب وحدة مكونات المنطقة متضرعا بحجة حماية أمنه القومي وفق ما يزعم. وبات لا يخفي على أحد أن هذه الانتهاكات وجرائم الحرب التي تجرى وسط صمت دولي هي ذراع وحجة واهية لحزب العدالة والتنمية لتصدير الأزمات الداخلية التي يعيشها الداخل التركي بسبب الممارسات التي ينتهجها أردوغان، والذي يسعى بشتى الوسائل للبقاء على الكرسي الحكم، وخاصة مع اقتراب الانتخابات التركية. وهذا عيناه من التقارب التركي مع النظام السوري، قدمت تركيا التنازلات في السبيل ضربة واحدة وتكاتف أبناء شمال وشرق سوريا، وأن المجزرة التي ارتكبتها المخابرات التركية في باريس حيث على النهج الإجرامي للنظام التركي، وأن كمجلس شباب حزب سوريا المستقبل نؤكد على وقوفنا والتفافنا حول قوات سوريا المستقبل، سوريا الديمقراطية، ونؤكد على أننا على أتم الجاهزية للدفاع عن مكتسباتنا. شعبنا تلف المكتسبات التي حققناها بفضل دماء شهدائنا الطاهرة، ونطالب بجمع الدولي والمنظمات الإنسانية وقوى التحالف ووضع حد تلك الانتهاكات وإنشاء منطقة حظر جوي على المنطقة، المجد والخلود لشهدائنا، الشفاء العاجل لجرحانا. عاشت قوات سوريا الديمقراطية.